على بعد أمتار من منطقة الطوائل التي تقع وسط العاصمة، يقال أنها تحتضن أفرادا ماجنة وممنوعات. سنستخدم العدسة السرية للتصوير داخل منازل تلك المنطقة. لم يكن دخولنا معقدا من حيث التدقيق الأمني كالدخول للمناطق الأخرى. بعد نقطة التفتيش وعلى أطراف الطريق يقف سماسرة العاهرات بانتظار دخول أي شخص يرغب الحصول على لذة جنسية أو شراء الممنوعات. أحدهم رافقنا وبدأ يعرض بكلامه ما يملك من عاهرات. وعلى بالي لو ترجع السوق انا جدد وين دني نفس قديمات ولا اني نفسي في ناس صغيره شاهد روح جدد ترجع الآخر بدا التذمر جليا عليه كونه لم يتمكن بالترحيب بنا قبل صاحبه. الديوث هنا يحاول إغراءنا لشراء الممنوعات منه ونحن بالاستماع. البطيء ب2 ونص، البطيء ب2 ونص، العرق. وصلنا للمكان المقصود أي العوائل الماجنة. قبل أن نحط أقدامنا على أرضية المنزل بدأ الترحيب وعرض العاهرات وحتى الأسعار. يلا عيني بالتعب، تعالي هيك قومي، هيك قومي. يلا عيني، سيري قبال الولد. يلا عيني على الراحة على المنام، إذا ما ترتاح حسابك مرجع. كل واحد ياخذ وحدة ويطلع. اتخذ وحدة، هو ياخذ وحدة، وانتم ثلاثة وهن ثلاثة. ثلاثة كنا سراء على 25. إذا ما ترتاح حسابك مرجوع. طب لا ما ترتاح تاخذ حسابك مني. روح حبيبي يلا اختار وحده. زياد على زياد. على 25. عليك يا وكيانة، مو دقيق طلع لا شركة ساعة. اثنين بنات جدا، فعرحوا عن مرة. إذا ما ترتاح حسابك مرجوع. هي الإكرامية مالي. طب مو أنا فهمت خذتي مالي. انا خابر لك مو مرة. تعال تعال شوفي، هسه مالي شغل. على 20 طبوا. يلا يلا روح. يلا عليك سريع. أول مرة؟ حبيبي هي والإكرامية هي الخمسة ما تطول الشهر. وش على البنات؟ يلا يا ولد. هي الخمسة. يلا حبيبي يلا. يلا ما تختار. طلبنا من السمسار بعرض عاهرات أخر. قبال؟ طبوا يا ابني سحر هاي ابني، لا ما يطبوا لازم اكبر بالاسلام. توجهنا إلى مكان آخر وبالسعر ذاته وحتى أقل، فالتنافس واضح بينهم. اللي حتى بخطوة حاجة. ثلاثة سبعة لك 8 هنا بدأ الكلام المغري، كلام قليل الحياء. الاتفاق معنا كان البنية تدخل وياه وما تريحك تطلع اعطيك حسابك. البنية تدخل وياه وما تريحك تطلع اعطيك حسابك. يذكر أن هذه المنطقة كانت لتربية الخيول وركوبها، لكنها تحولت إلى مكان للعاهرات والديوثين، وربما بدراية الحكومة. ثمة كاتب عربي قال: لو أن عاهرات العرب كتبن مذكراتهن لامتلأت بأبطال من الساسة والقادة والشيوخ. وبرياض